الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه ما كر الجديدين في تجديد. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معشر المسلمين، فرض الله علينا شهر الصوم وندبنا ودعانا إلى قيام لياليه وإحياء لياليه بالعبادة والقربات والطاعات. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظم أن نجمع وأن نفعل أنواعا من الطاعات والقربات، فربنا جل وعلا قد أودع في هذا الشهر أصنافا وأنواعا من الطاعات لم يودعه في غيره من الشهور عدا شهر الحج الفضيل. نعم، القيام عبادة شرعية وسنة نبوية، وهو دأب الصالحين وسلوك الموفقين من عباد الله سبحانه. نعم، الله سبحانه وتعالى يقارن بين القائم وبين الذي لم يوفق للقيام، فقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يعني هل هذا يستوي من لا يفعل ذلك؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ومدح الله سبحانه المؤمنين بأنهم يبتعدون عن المضاجع، وأنهم لا يركنون إلى الراحة وإلى الدعة، بل هم يقومون من سباتهم ويستفيقون من غفلتهم، كما قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون، يعني وقت السحر هم يستغفرون ربهم. وكيف لا وهو وقت النزول الإلهي، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الليل الأخير، وذلك في كل ليلة، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه،
من يستغفرني فأغفر له. فالموفقين من عباد الله يقومون ويستفيدون من هذه الساعات. عباد الله، الصوم اختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر العبادات، فهو سر بين العبد وربه. ولهذا ورد في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي وأنا أجزي به، وما ذلك إلا لأن الصائم لا يعرفه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالصلاة يحضره الناس ويصلون في جماعات، ونشاهد الواحد يقوم ويركع ويسجد. وفي الزكاة أيضا لا يتمكن الواحد إلا أن يعطي زكاته لأحد فيراه شخص آخر من الناس. أما الصائم فهو سر بين الله وبين عبده، فلا أحد يتعرف هل هذا الشخص فعلا صائم أم أنه تجرع وأكل الطعام في الخلوات في السر دون أن يعلمه أحد إلا الله. عباد الله، إذا كان الصوم لله واختصه من بين سائر الطاعات، فيجب علينا أن نصومه صوما شرعيا يحبه الله ورسوله. ولنفترض لو أن أحدا منا أراد أن يهدي لملك عظيم ورئيس رفيع القدر والشأن، فما عساه أن يهديه؟ أليس يتحرى وينتقي له من الهدايا أحسنها وأكملها وأجودها وأرفعها؟ فإذا كان هذا بملوك الدنيا، فما ظنك بملك الملوك ورب الأرباب الذي خضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الأصوات؟ فما ظنك برب العالمين؟ ما لنا لا نقدر الله عز وجل حق قدره، وهو الذي يقول لنا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله هو الذي تنعم وأنعم علينا كل هذه النعم وأسبغ علينا كل هذه المنح الإلهية التي لا يعطينا أحد سواه. ما لنا لا نقدر الله ونتعبد له حق عبادته ونتقرب إليه قربا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، وهو القائل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، قد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. إذا كنت ترجو النجاة لهذا الجسم وهذا الشحم والعظم وهذا الخلق الذي بين جنباتك، إذا تريد له النجاة فينبغي أن تتحامل عليه وأن تتعبه في هذه الدنيا حتى تستريح في أخراك. فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف من صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. كم كنا نعرف من الإخوان والخلان والأصحاب والزملاء والأقارب الذين صاموا معنا في أعوام ماضية وأيام سالفة غابرة، وها هم تحت الثرى وها هم في قبورهم ونحن استبقانا الله عز وجل أحياء
فما عسانا أن نستفيد من هذه النعمة، نعمة البقاء. عباد الله، لخلوف فم الصائم، لخلوف وهو بالضم وليس بالفتح، لأن الخلوف مذموم وهو المتخلف القاعد عن القربات وعن الجهاد، كما قال سبحانه: سيقول لك المخلفون. أما الخلوف بالضم فهو ممدوح أثنى الله عز وجل وأثنى نبيه الكريم. والخلوف هي الرائحة الكريهة التي تخرج البطن عند الجوع، فهذه الرائحة الكريهة أطيب عند الله من ريح المسك، ويتجلى ذلك ويظهر جليا واضحا في يوم القيامة، فتكون هذه الريح أطيب من ريح المسك عند الله، كما ورد في حديث دم الشهيد أن دمه يأتي واللون لون الدم والرائحة أو الريح ريح المسك. نعم، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نعم، فرحة عند فطره، يفرح بهذه اللذات وهذا الطعام وهذا الشراب الذي منع منه فترة ثم أباحه الله عز وجل أن يستمتع به. والنفوس مجبولة وميالة إلى حب ما منعت منه فترة، ثم إذا أذن لها فإنها تفرح بذلك فرحا عظيما. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويفرح المؤمن عند فطره أيضا الأجر والثواب، يفرح بأنه استكمل يوما في عبادة الله عز وجل، بأنه استكمل يوما في طاعة الله وفي قربات الله. وورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فما ظنك بمن صام الشهر كله؟ فما أعظم هذا الأجر والفضل. يفرح المؤمن بأنه استكمل هذا اليوم بطاعة الله وأنه أكمل يوما من رمضان. ولكن هذه الفرحة فرحة دنيوية، ففرحة الأخرى في دار الآخرة في دار كرامة الله أعظم وأوفى، لأن الله عز وجل ما عنده خير وأبقى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم عباد الله، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. نعم، وهناك مناسبة عظيمة بين هذا الباب المسمى بباب الريان وبين الصائم، لأن الصائم يصاب بالعطش والتعب والإرهاق، ففي الآخرة عندما يدخل من ذلك الباب، باب الريان، يذهب الظمأ ويرتفع ذلك التعب والإرهاق والشدة، فيكون قد ارتوى بنعم الله عز وجل. والصائم يلقى أجره بغير حساب، فهو صابر محتسب يتكبد الجوع والعطش والظمأ ويصبر في ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: إن أجر الصائم لا يأخذه الغرماء، يعني الغرماء في يوم القيامة يأتون وهم يطلبون حقهم ممن ظلمهم، فإذا ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا فيأخذون من حسناته، فإذا فنيت حسنات الواحد يطرح في جهنم والعياذ بالله. أما الصائم كما يقول ابن عيينة فأجره لا يأخذه الغرماء، وإنما يأخذون من الحسنات الأخرى. أما حسنات الصوم فإنها مدخرة عند الله عز وجل. الصوم عباد الله كفارة للذنوب. جاء في البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة
والصوم والزكاة، فهو كفارة للذنوب. وقد وعد الله عز وجل للصائمين أجرا عظيما، فقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أجرا لا يعرف حسابه، لا يعرف كم قدره، إنما هو أجر عظيم واسع، كما قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد مدح الله أيضا الصائمين بقوله ووصفهم بأنهم الذين اشتروا من الله عز وجل أنفسهم وأموالهم بالجنة، ووصف أولئك الرابحين الذين ربحت تجارتهم بالتائبون العابدون الحامدون السائحون، والسائحون هم الصائمون، السائحون الحافظون فروجهم والحافظون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. نعم، أولئك الذين مدحهم الله عز وجل، ومن بينهم أهل الصوم. لقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الصوم يذهب وحر الصدر، ووحر الصدر هو الغيظ والغضب والحقد والحسد والغم والهم وكل الوساوس والبلايا والأمراض النفسية، وما أكثر ما يصاب الإنسان في هذه الدنيا بمثل هذه الأمراض. فالصوم هو علاج حقيقي لهذه الأمراض النفسية. نعم، وللصائم عند فطره دعوة مستجابة، عند فطره دعوة مستجابة، فينبغي أن يرفع أكف الضراعة إلى بارئه ويلح على الله بالدعاء وهو موقن بالإجابة، وأن يتضرع بين يدي ربه خاشعا متضرعا يدعوه خوفا وطمعا، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، كما قال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويدعون الرب جل وعلا إلى دعائه وعدم الاستكبار والترفع عن ذلك، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد من الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عباد الله، هذا أبو نواس الذي أسرف على نفسه ثم تاب إلى ربه فقال هذه الكلمات: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك يا ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. يا رب إنا ندعوك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، ينبغي أن نكثر الجود في هذا الشهر الفضيل،
فلقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق بدون استثناء، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي تحمل الخيرات والمطر، كان صلوات ربي وسلامه عليه أجود منها. وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فمدارسة القرآن وقراءة القرآن والتدبر والتمعن فيه يكثر الجود ويسبب الإنفاق. ولهذا الجود أنواع وأصناف، فمنه جود المال أن يجود بماله، ومنها الجود بالوقت أن لا تبخل بوقتك، ممن يحتاج من وقتك أن تنفعه أو أن تذكره أو أن تشفع له أو أن تذهب به إلى مكان لتقضي له حاجته. والجود أيضا يكون بالذات، بالقوة بجسدك، أن تعين غيرك من الضعفاء، أن تساعد إخوانك. والجود أيضا يكون بإنفاق وعمل الطاعات، بمبادرة الأعمال الصالحات والقربات والطاعات إلى الله، فهو من أفضل الجود وأفضل أنواعها. فلنكن من أهل الجود والكرم في هذا الشهر الفضيل لننال جود الله عز وجل وكرمه وفضله ومغفرته. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه حيث أمركم الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيته وقرابته وزوجاته الطاهرات العفيفات، وعن سائر الصحابة أجمع، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا الدعوات، اللهم تقبل منا الطاعات والقربات، اللهم تقبل منا القليل وأعطنا بالكثير، اللهم تقبل منا القليل وأعطنا الكثير، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ اللهم أموالهم وأعراضهم، اللهم أعد الأمن والاستقرار في ربوع المسلمين، اللهم آمن المسلمين في دورهم، اللهم آمن المسلمين في دورهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من أوصانا بالدعاء اللهم فأعط كل واحد منهم مسألته، اللهم من كان مريضا فاشفه، اللهم من كان أسيرا ففك أسره، اللهم من كان مبتلا ففرج كربته، اللهم من كان ذا حاجة فاقض له حاجته، اللهم من كان ذا حاجة فاقض له حاجته، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.